أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من نجمة وبرج. النهاردة معانا برج السرطان، البرج المائي الحساس العاطفي واللي عنده قلب كبير. الأسبوع الثالث من مارس جايبلك شوية تحديات، بس في نفس الوقت في فرص حلوة لو عرفت تستغلها صح. تعالوا نشوف التفاصيل. الأسبوع ده هتحس إنك محتاج يا سرطان توازن بين مشاعرك وعقلك. ممكن يكون عندك قرارات مصيرية في حياتك العاطفية أو المهنية، وده ممكن يخليك متردد شوية. أهم حاجة ما تتسرعش وخد وقتك في التفكير. طيب إيه الإيجابي اللي ممكن يحصل الأسبوع ده؟ حضورك قوي، والناس هتبقى مهتمة بآرائك وأفكارك. كمان هيجيلك دعم من حد قريب منك، وهيساعدك تتخطى أي توتر. وكمان إحساسك يا سرطان الداخلي هيكون قوي، فخليك واثق في إحساسك. بلاش التفكير الزيادة في الماضي يا سرطان، عشان ممكن يأثر على قراراتك الحالية. ممكن كمان تحس بتقلبات كده مزاجية، فحاول تبعد عن الطاقة السلبية. يا سرطان، ما تاخدش قرارات وقت الغضب أو الزعل، خليك هادي وفكر بعقل. لو حسيت بالضغط خد وقتك واهتم بنفسك قبل ما تواجه أي موقف صعب. أما بالنسبة للشغل فالأمور مستقرة، بس محتاجة منك شوية مرونة. ممكن يكون في شوية ضغوط، بس هتقدر تعديها لو نظمت وقتك كويس. لو شغلك مستقر في فرصة إنك تظهر قدراتك، فما تخليش الخجل يمنعك من التعبير عن أفكارك. لو عندك مشروع جديد ابدأ في تنفيذه خطوة خطوة من غير استعجال. أما لو بتدور على شغل فالأسبوع ده ممكن يجيلك عرض غير متوقع، فخليك جاهز. ما تكسلش في التقديم على وظايف، عشان عندك فرصة قوية إنك تتقبل. أما بالنسبة للفلوس فحاول تدير مصاريفك بحكمة، عشان ممكن يكون عندك مصروفات زيادة خلال الفترة دي. لو بتفكر في استثمار استشير حد عنده خبرة الأول. يا سرطان، ما تترددش إنك تطلب دعم أو نصيحة لو محتاج مساعدة في الشغل. خليك حذر في صرف الفلوس كمان، وخطط لميزانيتك بحكمة. أما بالنسبة لطاقتك فطاقتك متوسطة الأسبوع ده، وهتحس إنك محتاج تهتم بنفسك أكتر. خد بالك بقى يا سرطان، وحاول تبعد عن التوتر ولاقي وقت لنفسك. اهتم كمان بصحتك النفسية، عشان أي ضغط هيأثر على حالتك الجسدية. لو بتحس بإجهاد خد بريك وما تضغطش على نفسك أكتر من اللازم. يا سرطان، مارس أي نشاط يساعدك تخرج الطاقة السلبية اللي عندك دي، حتى لو كان مجرد تمشية. نظم نومك وما تسهرش كتير، عشان قلة النوم ممكن تأثر على مزاجك. أما بالنسبة للحب والعلاقات فالمرتبطين الأسبوع ده فيه مشاعر قوية، بس كمان فيه شوية توتر. حاول تبعد عن الدراما وما تاخدش كل حاجة بحساسية زيادة. في عندك لحظات رومانسية هتعوض أي خلاف حصل قبل كده، وممكن يكون في كلام عن خطوة جدية في العلاقة. يا سرطان، لو حسيت إن شريك حياتك مش فاهمك اتكلم معاه بصراحة وما تكتمش مشاعرك. وكمان بلاش الغيرة الزيادة أو الشك، عشان ده ممكن يعمل مشاكل ملهاش لازمة. أما بالنسبة للعازب في فرصة لمقابلة شخص جديد، بس ما تستعجلش في الدخول في علاقة. لو لسه متعلق بشخص من الماضي فكر كويس قبل ما تحاول ترجع العلاقة دي. يا سرطان، الحب محتاج صبر وتفاهم، فخد الأمور ببساطة وما تضغطش على نفسك أو تضغط على شريك حياتك. لو حاسس كمان إنك مش مستعد للعلاقة ركز على نفسك الأول. يا سرطان، الأسبوع ده فيه فرص، بس محتاج تكون هادي في التعامل مع التحديات. حاول تتحكم في مشاعرك وما تخليش القلق يسيطر عليك. عندك فرصة إنك تاخد قرارات تغير حياتك للأحسن، بس أهم حاجة إنك تكون متأكد منها. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تشاركها مع أصحابك السرطان، وسيبلي تعليق برأيك، أو لو عندك أي سؤال وأنا هرد عليك. أشوفكم في حلقة جديدة من نجمة وبرج. باي باي.